بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في أمسية من أماسي ملتقى المجالس الشتوي. هذا المكان العامر بكم جميعا على الألفة والمحبة والتكاتف والبناء، مع أمسيتنا السادسة في 15/3/1438 هجرية. ونرحب الحقيقة بالحضور الكريم. هناك من حضر وشرفنا لأول مرة وله حق الترحيب والحفاوة، فجزاكم الله خيرا. هذا محلكم، عامر بكم على الخير والمحبة. أنتم من بناه وأنتم من أيده وساعد على اكتمال هذا المكان العامر بكم. نرحب هذه الليلة وهذه الأمسية مع الشاعر الكبير شريف بن محمد بن راتب الفريدي والشاعر عبيد بن نهار بن مزرم الفريدي، فأهلا ومرحبا بهم. فالشعر ديوان العرب. كان العرب قديما إذا كان نبغى فيهم شاعر يشعلون ضوء احتفاء بهذا الشاعر، لأنه إعلام القبيلة، وهو الدور السامي اللي من خلاله توصل جميع الرسائل الهادفة للبناء والجمال. البداية مع الشاعر أبو هايف، تفضل بارك الله فيك. هذه قصيدة تدور حول المجلس هذا وأهله. أقول أنا بتكلم واذكر الله على ما أشوف، أعد الصحيح وكلمة الحق مطلوبة، علي الحرام إني ما خلى جزال الطوف، تجي غلطة الشاعر على الكل محسوبة. ترى الشعر ما هو يلي جاويد صف حروف، جواهر تجي من صف الأعماق مجلوبة. وترى الشاعر اللي ما بقلبه من الله خوف، ترى الشاعر اللي ما بقلبه من الله خوف يعد العيوب ونصفها يمكن عيوبه. وترى اللي يبدون عقال ماني بها مكلوف، أنا عندي الرؤية عن الهزل محجوبة. وترى الملتقى بالمجلس العامر المكشوف، ترى الملتقى بالمجلس العامر المكشوف، على الهيل قبل الحيل والنار مشبوبة. تطور ونور مع تضامن وجد علوف، حشا ما بني يمنا عن المد مقضوبة. نبي طنخت الدنيا وتال الحياة كهوف، على العز والطاعة والأجال مكتوبة. هلا بالجميع وكلنا ما نعد ضيوف، معازيب والغايب ترى الحاضر ينوبه. هلا مرحبا بأولاد راشد، هلا المعروف، هلا الوقف اللي ما توقف على نوبه. هلا يا سناد العال اللي عليها ظروف، يحد زمان ياكل الذيب بجنوبه. هلا مرحبا يا فزعة البايس الملهوف، لكم راية بيضة على العز منصوبة. توارث خلفنا من سلفنا الوفى المالوف، نحط الجميل ونلقى الأخبار منسوبة. فدى ربعي اللي من عدو البشر مكتوف، ودع الريال اللي يدخل داخل جيوبه. فدى ربعي اللي من عدو البشر مكتوف، دخيل الريال اللي يدخل داخل جيوبه. تمر السنين وكف رأى الردى مكفوف، عن المد واهل المد كنه بغيبوبه. احب الكريم ولو يقولون له ملقوف، احب الكريم ولو يقولون له ملقوف، ولا عاقل عقله على الشح والكوبه. ابهدي نصيحه صافيه من صميم الجوف، ولو من نصايح تالي الوقت مرغوبه. يعد المسافر للسفر كامل المصروف، على قد ما يحتاج زاده مشروبه. ترى اعمارنا مثل الورق والقضاء عاصوف، يهز الغصون وتبقى الأوراق مضروبة. وترى كل من بالكون حضر الكريم ضعوف، وترى حالة اللي ما ترجاه منكوبة. عسى الله يرحمنا نهار العباد وقوف، عسى كل مسلم خاتمة عمره التوبة وسلامتك. اللهم آمين. صح لسانك، طيب الله وجهك. وترى الملتقى بالمجلس العامر المكشوف، على الهيل قبل الحيل والنار مشبوبة. بيض الله وجهك ابو هايف على هذا الوسام اللي تحفت به ملتقى ربعك وتحفت به ربعك، وانت وافي وجزل، ولا هي غريبة عليك ابو وافي يا ابو هايف. الله وجهك. وعلومكم ترفع الراس، يا لابتي يا عيال راشد هلا الطيب، يلي لكم في ذروة العز مجلاس، يا تاج راسي بين روس الجانيب، يا ربعنا يا أهل الوفاء، يا أهل الباس، يا أهل الشجاعة والكرم
والمواجيب. والله ما فيكم عندي الواحد الهاس، يا محزمي ما بك رصاص متاذيب أعزكم وانتم معزة ونوماس مع كل مشرق شمس ومع درب ما تغيب، ولا قول حنا فوق عن مستوى الناس وخوينا ندب لها النفس تاديب، واللي نشوفه بخشمه عرام وعطاس حنا كعام أهل الوجيه المغاضيب، وحنا لنا ذمة ولا نظلم الناس نخاف رب يعلم السر والغيب. ولكم تحياتي من أعماق الإحساس بجمل شذا كمبود الورد والطيب وسلامتكم. وجهك أبيض بيض الله وجهك وصح لسانك. وجهك أبيض. وافي وسام ربعك وتنومس ربعك يا ابو محمد. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. قصيدتين من اختيارك يا ابو هايف. والله القصيدة الأولى خاصة بالفردة، أقول من العلوم اللي تشرف قطفنا، قطف الجوازي من ثمر كل زملوك، ومن صافي العدة المصفى غرفنا، حدر الغصون اللي لها بثر عروق، واللي وصلنا لوحة الحا وقفنا، محمية من دونها للخطر طوق، والله ما أقولوا لو يقال اختلفنا ما حط بالحربي وانا حربي فلوق، ما فيه ما يوجب سوالف سلفنا، لا نهد سور ولا لنا شيء مسروق، ولا بالرسم اللي مسويه أفنى يبقى مثل يطري على كل مخلوق، ما همنا من ذمنا لو وصفنا بتفه خبر من مصدر غير موثوق، لو كل ما جاء سيل واد انجرفنا يمديه شال بيوتنا سيل ساحوق، ندمح خط الحربي ولا تقل شفنا طير الشراري لا مواري ولا سبوق، حنا الرجال اللي عزيز شرفنا وقفاتنا عدله ونظراتنا فوق، يفهم مدى تقديرنا من عرفنا ويجهل مدى تاثيرنا ناقص الذوق، عن غيرنا يبعد مركز هدفنا قمة جبل ما يصله طق والحوق، عوج السوالف ما تلف بطرفنا من يوم كنا ما لها عندنا سوق، نسكت حيا بعذار ما الله كلفنا من جاهلين ردة الصاع مطبوق، نخشى متمل البناية نسفنا نركب خطا وندام من حرب حقوق، نخشى متمل البناية نسفنا نركب خطا وندام من حرب حقوق، يصيبنا حتى العمل وحذفنا ويبقى ذرانا قد ما الجناب مفتوق، خطا نولع نارنا في سعفنا وش نستفيد ليصبح البيت محروق، واللي حصل من لنا بي بعد سفنا أسرار رحلات الفضاء وسط صندوق، يصحي بنا النايم متى ما انحرفنا ويطير عن عينه حل النوم ويفوق، واللي يتحدى نصعب له عسفنا يرجع مطيع اللي يكحلنا له الموق، يا ما تفرشنا الوفاء والتحفنا أولاد راشد ما نساير هالبوق، ولا أقول حنا اللي على الناس طفنا استغفر الله سب الأجواد ما يلوق. سلامتكم. سالم صح لسانك صح لسانك. بيض الله وجهك. القصيدة الثانية ابو هايف. القصيدة الثانية يقول من عاشر الدنيا وسوت لها افراح، وشارك غلاها بالشرايين دمه، ما ظنت يرتاح لو قلب ارتاح، يزود عمره والمشاكل وهمه، واللي حصل له يوم من برجها طاح، داست عليه ولا تقل جت بهمه، ان اقبلت كلش لها صار مفتاح، يجيك غايبها ولو ما انت يمه، واللي ادبرت قطعت مع الليل مسباح، برض وعر صعب خرزها تلمه، والمال عذروبه وجوده مع الشاح، صورة عسل من راح له جاي ذمه، يصد عن واجب صديده اليلاح، ولا يدرس المعروف بعيال عمه، والله خلق كل على الكون فلاح، وحصاد ما يبذر نهار المطمه، في موقف تجنى الخسائر والارباح، ولا البشر غير المسارين يمه، احد اللي يسافر معه زاد وسلاح، واحد يسافر ما معه كود كمه، ولا خير في نجوى ولا خير في نجوى تكشف بلا صلاح، وحث على المعروف والصبر قمه، ومن جاب لك نقله ولو كان مزاح، الهرج بالغايب بلا مدح نمه، واللي يعد السيل لو شاف ضحضاح، دايم عن الواقع يجي فيه زمه، ومن شاف نفسه عاليه بت بجاح، وغير عدو ادم مساره وخمه، يرسم له الصوره على شيء ما يباح يوعد، ولكن الوعد ما يتمه، ويزين فرق اللي يسبك اللي راح، وبعدا عن الداب وملاذه وسمه، اخذت من رؤوس المعاني تلماح، والعود يشرونه علشان شمه، وصلوا عدد من الورق فوق الشجر ناح، على الرسول اللي نصح كل الامه. سلامتكم. سالم صح لسانك. حكيم وشاعر جزل يا ابو هايف، وشهاده الجميع لك. رسائلك هذه منارات هدى وقبس من نور لكل من اراد ان يقتدي بها للكمال ان شاء الله، والكمال لله تعالى.
بيض الله وجهك. سم. نبي قصيدتين الآن لأنت. هذا يرسل لي أبو محمد شوية. يقول أمس الضحى في روس الأقذال عديت أعلى الهضاب ملولحات الشناظير وبديت من مكنون صدري تناهيت عبرة يتيم ما مشت له على خير لواهني يلي منامه بتوقيت سنه سواله من البنج تخدير لو ينسفون على جبل بدنا ميت ما ينتبه لو صار بالكون تفجير وانا تقلية عن النوم عفريت اللي بغيته قمت هاديه ويطير جار الزمان وشتت الفكر تشتيت خلق يتعبن المداوير هجرني ثبت مراسيه تثبيت متى يجي الفراق همي تباشير اللي وصلت من البنا مثل حليت جاه القضى لمحة بصر نوع تدمير وعودت مثل اللي خروجه مباحيت وسويت لي فرقة عماله التعمير متلخبط عندي نظام المقانيت ما جد على رد السؤالات تعبير أشكي على اللي قادر يحيي الميت الليل يا منه ومر بمر يصير وبغيت أسلي خاطري لكن أجريت لقيت حتى البر وقت ومعاصير وكشت لي مرة وعفت المكاشيت عادت بنا الرحلة مثل عابر السير وسويت توبة مخلص عقب ما جيت ما روح لين تغني يم النواوير أفضل الجلسة على طول بالبيت خير من تطريدنا للعصافير دار المجال وقلت مدري ويا ليت ما جابت الذكرى من الفيلم تصوير هديت سورا من خراسان وسميت من شام فيلم السلف والمغاتير واشعال نار مطولين التصاويت ودق نجور ومرزمات المصاغير وحد الجمال مقطعات السباريت اللي عليهن يكسرن المعاشير ترتاح بالمجلس ونص شحاتيت غير الوناسة ما لهم مقصد غير هذا قدم نشرب ونلبس من الزيت ويصير هم الناس جمعت دنانير تقول للغالي تفضل وحييت ويقول لك بعدين عندي مشيوير يا عبيد خربت يا عبيد خربت يوم حتى الكتاكيت صفر العيون مجلمات الدناجير من شرق الشامة اليقصى العنيتيت وخيامهم ما كنا هلا المغاتير قامت جيوب منكسين التواليت تدق روس طعوس بيض العسامير هذا اعتاب وموجه للسرابيت اهل الوجيه اللي تقل من زماهرير يا عبيد ساننك ترى مثل ما ريت عطني عن الموضوع عدة تقارير تراي ما قلت الخبر نوع توهيت قدام نشره واضع لها معايير والخط واضح دون لفه وتلفيت لا تبتحل في رد الامثال وتحير والله ما خلي للفرص باب تفويت وعندي دليل وعارف واشغط البير دره ورا دره عفوا والله ما خلي للفرص باب تفويت عندي دليل وعارف واشغط البير ودنياك ما تمشي معك صف كبريت ما فيه يوم ما لها فيه تحذير وانا تراجع عن خطايا اللي ينهي تستغفر الله والخطا والغلط دايم يصير درة ورا درة على الصاحب هديت هذا دليل اللي معزه وتقدير وختمت بسم اللي ومر عالي الصيت جل الظلام وصار للحق تنوير وعلى النبي مناحة الورق صليت إعداد ما جت سيرته بالتفاسير الشاعر شريف محمد الفريدي. ونعم صح لسانك صاحب دين. رديت عليه جتني من شريف رسالة وهليت فيها هلا ود ما هو ود تزوير شريف أبو هايف عشير الزناتيت يشكي وسمرني بشكواه تسمير لولي على ما تشتكي قمت ملهيت وعمرني دار عنك عله بصنزير لو كان عن نفسي بالاقدار مجديت ولا في يد المخلوق بالحكم تدبير خابرك مبطي واحسب انك تعافيت تشكي سهر عين تبنوم ويطير ما يرقد الطرف الشقي ليل ويبيت مرقدا سود وبيض طوابير سود تبتت حبل الرهاي تبتيت وبيض الكاظم غيظهم صبر تكفير وعما بنيته والقضى وانت هديت كلي معك جسم وعقل وتفكير في كسر ذكراك وقبلت وقفيت قامت هواجيسك تمزدرك تمزير قدمت لي سمن بسم وتراكيت ودقت هجوسي مثل دق المزامير هنيت من هنيت وجديت واخطيت تنسف مع الهاجس مناسيب وتغير عديت بعلى مع تلالك وغنيت وعن بوح ما حسك بالاسباب
بينت رؤوس أقلام عنه وتخليت، خيرت عن مبدأ المعاناة تخيير في نفس يعقوب السبب، واستمريت تشكي إحباط اللي بصدرك معاشير وأنا حسب عرفي المعناك جاريت مشيت مع ممشى السلف والمظاهير. يضرب مثل من راقب الناس لبليت يموت هم وفوت ماضيه تعزير أكبر فضيحة بالسياسة وترقيت واخطر مرض مهلك تفشى بزائير وغول المجاعة موت الناس تمويت بافريقيا واللاس يجوعهم غير ظلم انتهاك حقوق الإنسان. لصغيت بسموع سمع فيه للهمس تكبير لا شك محد يعتبر بت ثابيت ويشكر فضل من سير الكون تسيير وانت بمانيك وخيالك تعديت جسر الخيال اللي ثبت بالاساطير ساير زمانك. لو تعبت وتعنيت اخذت من قولك المعناك تبرير والغال يلي كل ما مر فزيت تبي معه جلسة وناسة وتقدير دامك بحق مواجهه ما ترديت نوافق المطلوب واليعتذر خير وليت بهدف 26 كريت كل النظر قدام سوق المباهير حتى يطير عماس من كان قهويت في مجلس فيه أكثر القول تبذير حلت ولو هي ما لها غير تكبيت يا مصخر بمعنى التماثيل تسخير أهل الجوب اللي تعلمت وطريت كشوت ولا طروش ولا صقاقير عنهم ترى من غيرك العلم موحيت يا صاحبي وانت في عيد المذاتير وانسانحت فرصة على الصاحب غضيت وسكرت باب جابها لي تسكير ما هو عدم وجدان بالرد صديت لكن سموحة عن رفيقي وتوفير وهديت لي ندر هداويك ووفيت ونعل يوفاك ما هي معاذير من قوع مقلطلسي لك تنقيت در من المرجان ما هو بقصدير واقبل تحياتي وانا ما تقصيت جملة حساب ما بها اعداد تكسير. سلامتكم. صاحب دينكم. سالم صح لسانه. صح ابدانكم. ابو هايف وصح لسانك يا ابو محمد. قصايد تحمل من الثقافة الشيء الكثير المقاتيت وترقيت ما شاء الله عليكم مبدعين ووافين. الحقيقة في أكثر من لمحة وصورة ثقافية تدل على عمق الشعور والشعر والإبداع وجزلين وافين ما يحتاج كلام بس فيها ثقافة الحقيقة أبهرتني. بيض الله وجهكم. أبو هاي تفضل. هذه قصيدة والله هذه قصيدة ما شاء الله. هذه قصيدة هديتها على عبيد شرى له طير والطير رايح الصيد ما نصيد دوجت انا وياه بالطير اللي انت عرفه وجينا نافسين ما لقيت وقلت له يا عبيد لك مني هدية وتشجيع نصيحة عندي لها ما انت شاري وتسمى هرجع على حق لطيع مالي عليك ولا على احد اجباري فك القناع ووضع الطير توديع ولومك علي شفت جول الحباري خله يذوق من الهوله قراطيع عن موته عندك سجين انتحاري ما ظن عقب مطردين الجرابيع انه يعود بنجل الصيد طاري ما ظن عقب مطردين الجرابيع انه يعود بنجل الصيد طاري 60 عام يلوع الصيد تلويع لان انتهى شوفه وقص الاثاري وراحت مداهل الجوازي مشاريع تغيرت في نجرد الصحاري وتبدلت بالكون عدة مواضيع ومن عاصر الجيلين شوف المواري يا عبيد فات ومات وقت المطالع ما في داعي للتعب والمساري سووا جثمانه مراسم وتشييع ولوحات مكتوب عليها الحذاري واسمع نبشك والشجر منها للبيع وحبال فكسر الدلع والسفاري ليت الحماية تنقذه قبل لا يضيع رجع لها الله في قرار وزاري ومتى تبى شوف الزبيدي مصانع والبحث عنها مول الوسم جاري ذكر جمع غايب الهم تجميع ما غير ديران عليها الذواري رسم البيوت اللي على مد الجريع اللي تقول معلقات الكباري مدهال بدون يبعدون المراميع ليبين المغرب ظهور المباري وشافوا على نية هواه ولواميع من الدكاك اللي بحد الخباري ما همهم نشر الصحافة ومذيع ولا قيمة راسلي وسعر التجاري تم الكلام وزبدة الهرج ما تميع يبقى صداها مثل قاف الحداري وعساك تعطيني على الراي توقيع شيخ بصك ملك عقاري واحذر تولع بين النار توليع ترى تحصلتها والداري تسمع كلام مجودين المراجيع سلاحهم سلك من اللف عاري واقبل مثل ريح النفل مع عادي عدد ما خط القلم كل قاري والرد عند ابو محمد. صح لسانك ابو محمد ابو هاي تسلم.
يقول شريف صاغ وبدع القاف تبديع قاف من الهسة نظيف وعاري، وهذا الطبع يغلب على كل تطبيع، ما جاب له بيت وله قيل ساري على كلامه. قمت بين المهاجيع يجذبني الهاجس على كل طاري، وفكيت سبق مقطع الخرب تقطيع حر بريشه، مثل دق الخزاري ورف الجناح بفرح تنعقب تفريع سنه، يبي حد نجوم السواري ولا يودعني بفرقاه توديعه، ويتحداني بنقضة قراري. والله ما دوج به ضحى معها للبيع، لو سيق فيها على سعر بالمصاري بتحمل لوم بعض الطماميع ولا لوم، وعتاب الرفيد المباري يا ابو محمد يا زعيم القواطيع، شورك بطيري قابله باختياري، حيث حصل لك منقس الوقت تلكيع مثلك مجرب سجرت له جواري، يا بتصبر مثل صبرك ولا ضيع بفراق حلوات اللبن بالصفاري، يوم انت معهم بالفياض المرابيع من دونهن في كل شيء تحاري، عراض الدفوف اللي تقافن مع الريع عزيت عنهن يا شريف، عزيت عنهن يا شريف اجباري، لدق سبابك بهام الاصابيع وقنبلك الهاجس قنيب الضواري، وفتشت ماض بيض صحفه نواصيع، وتاقت بك الذكرى الذيت المحاري، يوم ما بل الصوامع زراريع، ولشبك الصحراء بعيد البراري، ولا وزعت حمر البراخيص توزيع، ولا في اسم محمية القماري. ما ادري وش يقول، لكن يقول اليوم ابراج اذاعات محطاتها تذيع تعطيك حالة طقس برد وحراري، تخبرك عما فوق 7 شواميع في ظرف ساعة في قرار إخباري. هذه فلول العلم فكره وتصنيع، يفخر بها شعب بفكره ماري، علم به عقول أكثر العالم الضيع ضياع، منجوم من بليل غداري، توك مجابيل الليالي مضاريع، يطوعن اللي براسه حماري، والشك بيشلع مراسيه تشليع إثم ذكر وزره. صحيح البخاري من يستمع في صاحبه هرج ويطيع، جعله طعم عبرود مشط السواري، يودع خلايا دماغ راسه طراشيع، كل يسولف به الياح الطاري، خذ من صدى قاف الحداري مقاطيع، وخذ من حكم قافوا كلام الشراري، وجهة نظر ما لي وراها مطاميع، فيما توريته بذلتك دداري، ولك من يحلى من قراح الينابيع، أجمل تحيات الوفاء واعتذاري وسلامتك. وجهك كبير سالم صح لسانك بيض الله وجهك. نبي ابو هايف قصيدتين الان من اختيار. قصيدة يقول لو كل غلطة على الصاحب نسجلها، فقدت 2 من مجموعة أصحابي، لكن طوف هديت وذيت نجلها، ولا أقول وش قال زيد اليوم بغيابي، أشيل زلة رفيجي وأتحملها، ولا أركض ورا كل فرغ تنم شعابي، أشوف وأصد وأسمع وأتجاهلها، وأجحد مدى غيظ قلبي وملك أعصابي، وأرجع عسى صاحب السيئة يبدلها لي، شافني عن طريقه قافل بابي، ولا ترك الكلمة لو تحللها تطلع بوجهين من سلبي إلى جابي، واللي بالمشكلة دايم يحصلها، يا صعب درب الوفاء يا هون الانشابي، وسيرتها للطيب مهونها ومسهلها، لو انها بالعلوم ومسحلة شنابي، لكن تجي ساعة وتبين عللها اليسار وقت اللزوم حزم سلابي، والهرجة اعرف عواقبها وتسايلها، قدام تخطي هدفها وانت بنابي، والنفس ما يعزها يكون شايلها، ولا يطيب للناس من النفس ما طابي، وتلقى من الناس مثل اللي تعاملها، واللي يختلف شيء تبقى منك الأسبابي، وقناعة النفس راس العز بكملها، ليحصل قوتها والستر بثيابي، ورزاق غيرك لغيرك لا تخيلها، لك ما اكتب لك ولي ما خط بكتابي، كم واحد ما يبين لو هو تسلها بسدود بعض الرجال تضيع على رقابي، والهرجة اللي انت منها تستحي لها، ترى اللي يخطى اسنان الرمح ما صابي، وشكواك للي ظروفك ما يعدلها صيحة خلا ما لها فزاع ومنابي، وقيمتك مع نازل القيمة تنزلها، والحر يثر عليها اللي معه رابي، اختر ثيابك على قدك وفصلها، ترى ابليس اخرجه من طوب الاعجابي، اخر هدية لو الواجب معجلها، لو فايدتها لغيري ولا انا ما بي، معقلات ارتابي بمسهلها، وعندي خبر ما يفك الوسق مطلابي، ترى الاصايل معادن من سلايلها، نصيحة من شريف الكل عزابي، وطول القصيدة بلا معنى يمللها، اثبت ما قلت من بعد جرابي، امشي مع الناس واخذ من دلايلها، وبضاعتي ما تجي مع كل جلابي، والهاملة طردها للي مهملها، ولي عن اللي بدون عقال مجنابي، يا رب لطفك بروحي يوم تسألها عما جرى في حياتي، وانت هدرابي، والله تعدل عن الزلات ما يلها،
يا واحد من اللي جاب حماك ما هذه. وسلامتكم. وانت سالم صح لسانك. اي نعم. القصيدة الثانية يا ابو هاي. القصيدة الثانية يقول: يا ابو هلا عيب المجالس مللها، مرضى القلوب اللي عن الحق غفت، اسمع نصيحة واحد عقبك لها، مشطر عنهم حياض وتفت. ليلة عشيرة قيس يبرك جملها، اللي عليه البيت الافراح زفت، اللي عرضت السالفة ثملت لها وقفا بها خطوة العريضي وهفت. اللي عرضت السالفة ثملت لها وقفا بها خطوة العريضي وهفت، سذبك لو انك تكون من هالها وخلاك مثل السارز اللي تلفت. الراعي جواد كل مصبح عدلها، عقله خفيف وخفه واستخفت، يركبها روس الوار عن سهلها واللي يبغاها تنقز الجرف صفت. يا ابو هلا تالي سوالفك شلها، اللي شفتها وسط المجالس تعفت، مصحن سماها لو يقولون قلها ومزف مجال رسومها يوم قفت. اظن مرسومة تقاعد شمالها مدام رجلك عن بعض ناس كفت، ما راح منها لا تدور بدلها مع دربها لها اللي توفى وتوفت. ناس عليهم طرف الوقت ملها وقلامهم من بيض الاوراق جفت، زراعة تي من وامي سبلها ترى ركايبهم على الريح شفت. الله يهني كل نفس بعملها ويروى العطش بسبودهم سان حفت، والله يبردهم بارد هللها بيض اليدين اللي على الحق رفت. ديارهم ما تسن حي دهلها، اهل الرباع اللي عن البرد دفت، يزيم من ريام هو مع عسلها وشوف الضعون اللي من الجو ضفت، خير من دنيا تناقض حيالها نكد شقاها لو بها الناس طفت، وعساك تفهم علمها من جهالها وتعفي شعاف بكارها يوم نفت. وسلامتك. يا سلام صح لسانك صح لسانك يا ابو هاي. ابو محمد قصيدتين من اختيارك طالما الربع الى الان، لكن ان شاء الله انهم يشاركون معنا. تفضل. يقول: امشي بنظام وخل عنك التهور، صداقة ما هي على اساس تنهار، صداقة تدخل بختم مزور تطلع مثل مدخالها. يا ابن الاخيار ان كان من الصحبة تزيد وتطور لخير فيها، بين مارد ومصدار واللي جهلت انشد وتلقى منور من الرجال، اللي لهم عرف واشوار واللي من ادنى شيء صدره يفور على رفيقه، حط له كرت وانذار قل له على اسمك خط احمر مدور بالقائمه بين الاسامي، والاسطار صدتك عن صاحبك منها يتعور، مهما يقول اللي يبى القول معذار عن القدر ما انتهى بحسن مسور. والوقت قالوا قلباني ودوار بكره، اليوم النزرق الجم غور، في قيض لاهوب مثل الله بالنار تبي يتذكر ذكريات وتصور. انسان لك في سكة الصدق معبار، لو صحت له من جور جوعك تضور، يحق له يجزاك باللي ما صار. وسلامك. سالم صح لسانك. هذه يقول: خذ من تجارب وقتك اليوم عبرة، تراك من ركاب مركب وعابر، الموت ما يرسل على الناس سبره، ياخذ ضعوف الناس هم والكابر، ونهاية المسلم يوارى بقبره مع القبور اللي بوسطه. المقابر قلته وتخنقني عن الهرج عبره، والضيق فيه واسعات المعابر العظم كسره، يكفي الوقت جبره وكسر الكرامة ما له ايات جابر. والوقت لو عقبلح الاسقاك والوقت لو عقبلح الاسقاك صبره، خلك على قاسي ليه الصابر. الصبر درب به فرج مني عبره، اهل التقى بحدثهم بالمنابر، ولاش حذره تطلبه سلك الابره، لو حاجتك بيديه قل قطع دابر، خله عسى المثبور يبطي بثبره، هذا هو المثبور. حرص مثابر على الردى عنده تميز، وخبره زج بطحاطيح النشامه، العنابر عن قيس طول اشبارهم قصر، شبره ما يلحقه مشروع ما هي مشابر، تجمد قدم حاف القدم فوق سبره، وتشيب من بوس الحياه الصوابر، وصفرتنك لو يلمع الماء تبره، مثل البشر ما هم مناظر مخابر. خذ من تجارب وقتك اليوم عبره، تراك من ركاب مركب وعابر. وسلامتك. تراك من ركاب مركب وعابر. صح لسانك. حقيقة حقيقة والله صح. نبي قصيدة. بارك الله فيك.
يقول يقول الله من قلب همومه تفره، فرج جهاز المستمع على الإذاعة لينبال هالموجز كلام يسره وركز يبيه ولا تهيأ سماعه. هم يحاول لي الحرب يجره، تحت نواوي يدمر شعاعه، مع عالم ما عندهم وزن ذره مما يقربهم الحوض الشفاعه. طريحهم من طاب خمنه وغره، وعنده سوى ميزان كل الجماعه، وهذا خطأ ما كل حي تبره يضفي عليك لأن حارته شراعه. نوب الرفيج اللي كافيك شره، اللي يحصل منها السلام هطماعه، واديك سيله جنبه لا يمره، واديه جنب عن مجار نزاعه. ودار بدل داره ونفعه وضره، وعن هالخلل وياك لنك سباعه. حي على فرقاه تمشي مكره، وحي تمنى بالمنام انقلاعه. أبديتها لو حقيقة ومره، والله ما خليها تضيع الوداعه. وختمت مضمون السوالف بدره، وجهة نظر للي بعيد اندفاعه. عسى الفروض الخمس للنفس قره، مدام يبقى لك من العمر ساعة. وليس ترك رداك والنفس حرة، خير من الدنيا غناة القناعة. وسلامتكم. يا سلام، صح لسانك بيض الله وجهك. يقول عذري ترى يا صاحبي يوم سرحت، ضربت لي هو جاس ما ادري ضربني، ما والله ادري عنك لو ما تنحنحت، قبلك بعد واحد متني سحبني. انحت بيوت من صميم الحجر نحت، تجديد فكرة واحد زد غلبني. وعرفت مقدار الرجال وارتحت، عبر الزمان وجور وقت غلبني. لقيت من يقف معي والهدف بحت، وعرفت من ينوي على هدم مبني. اللي اليمني برايه تسلحت، وصف لي الدرب المصد وعقبني. حتى ولو اني معه دايما صحت، حتى ولو اني معه دايما صحت، منكر المعروف ولا نكبني. صديقي الحاضر عدوي اللي رحت، بدين لولا علوة ما شذبني. يا جاهل في وصف الانذال ما فلحت، اما سويت ابهام يدك تطلبني. احذرها للنمات وكالت السحت، ما اقول عنهم خالز الكون زبني. صادفتهم مدة قليلة وشلحت، من مر لو يلقى عباتي سلبني. ولا ازعل على ضحكة عدوي، ما ازعل على ضحكة عدوي اللي طحت، ازعل على الصاحب اللي ما قضبني. اللي صار له قدرة وقدمه تلولحت، خابت ظنوني فيه واستاد غبني. يشوفني ويقول لي ليه ما صحت، مثل الغريج تقول له ما ندبني. ما اقول كملت المعاني ووضحت، لو طالب الطيب بحق الرسبني. اخذت روس اقلام موجز ولمحت، وبديت حجة واحد ما نصبني. وسلامتكم. لو طالب الطيب حقنا ركبني، من وفاك وطيبك وجزالتك ابو هايف. الله يرضى عليك. انت تدور الحقوق على شر ربعك الطيبين. بيض الله وجهك، صح لسانك. نبي قصيدة بعد هذا. قصيدة ولا قصيدتين؟ اللي تبي. ثنتين ابشر. الشاعر مبارك بن حديد ارسل لي قصيدة، يقول يا الله يا الله يا فراج تفرجها، ينبدل الكون يا علام بالخافي. تفرج النفس كثير الهم مزعجها، هم ورهم تاتيني بلالافي. نفسي عزيزة ولجل ظروف محرجها، وقفت لي واقف ما هو ميقافي. للحاجة انصب بعض ناس ولهرجها، وقوم وقول يا مسيار يا لافي. ناس اللي جيتها بثت برامجها، قبل اتكلم تقنعني بالاحلافي. شريف قال لي برايك كيف اعالجها، عطني مشورتك حيث انك معي وافي. انا انزل السوق وفاوض محرجها، وابيع واشريبها بافراد واجزافي. ولا تصبر على ظروفي ودرجها، وكف رجلي حتى يضفي الحافي. واصبر على هرجة الهراج وعوجها، الى اللي يستثر ماله زي العرافي. ضعوف بس الفلوس الزين حججها، ضعوف ومشجعتهم ناس اضعافي. ونهل العرف والمعروف مسهجها رجال بحقوقها تافي وتستافي. ولا تقول هذه قضية كنت مخرجها دملجت لك فيلم لكن ما طلع صافي. والله اني ماني حافظ القصيدة كلها، ولكن رديت عليها انا اقول حي الرسالة وحي اللي مبرمجها. عداد ما هل وبل المزن هالتافي، من واحد يسمع الزلة ويدمجها. تموت في ثوبها عنده ولا تشافي. يفداه من سيرة الهزلة يروجها، ويعطي على نشرها تقدير ويكافي. أنا اللي مرت الكلمة تولجها، وعدابها المزح وحدودة عجرافي. رسالة من ولد ناصر مدملجها، عنوانها اللي قريته حمل الإسرافي. عسى العواصف ثيابه ما تفججها، عساه يبقى ملبسه ضافي. يا ابن حديد القضية لا تثلجها، فزعت صديق الوفا دام القدم حافي. رجل مشاريب قبل تعيب ورهجها، وتبين العشرة اللي وقت الأريافي. وتشوف وش صافي الحمسة وبنبجها، ويغيب من حضرته والحمل الخفافي.
سجل مناجيب له للطيب وازعجها وعد الركايب عن اللي نورهم طافي. بعض العرب يا مبارك لو تحججها وتشيلهم يا مكة فوق الاكتافي. راحوا مثل زربة بالقيط دلجها في راس تعسن عليها يسفي السافي. وعلت عديم الضماير لو تبنجها تعود له لو بقاله يوم متعافي. جنيته من لمس جيب ينفجها ويعدها العله اللي مالها رافي. وهنا رياجيل ما حد يستر فرجها، وهنا رياجيل لا تكفي ولا تكافي. واجد هل الخير بس الناس هججها جحاد فعل الجميل ورد الاسلافي. اللي تهاون بنفسه لين دججها ما عنده الا الخيال بصورته سنافي. خذ حجة وانحصل من قال نفلجها عجزبني اللي دار بوسط الاشرافي. وطول القصيدة بلا معنى يسمجها تمر والمستمع عنها تقل غافي. وسلامتكم. وانت سالم صح لسانك ابو هايم. يقول بلغ عزايا أهل العرب قلمس الخير يجبر عزاكم يا الشعوب الغفيرة. يجبر عزا حكامكم والف تقدير الكل حاكم والف قدر الوزير. حن العرب عشنا حياة التعازير شعوب والحكام في عز خيره. قولوا كذبت وعندي 2000 تبرير في قنبلة قولي شبكت الظفيرة. ودي أفجر ذاتي اليوم تفجير شاعر وقرر في كلامه مصيره. والله لقول الحق من دون تزوير وعيب على الشاعر يخون بضميره من لا يحس بظلم غيره. من الغير يعيش في دنيا النفاق الحقيرة يصيح لا صاحوا جموع الجماهير لو من ألام الجوع به قشعريرة. هذا المسير اللي به شعوبنا تسير عكس اتجاه الناس نمشي مسيره نمشي ورا ونقزر العمر تقدير لعيون من زوده يعادل يسيره. اليزع لو تحترج بلب صنزير أكبر كوارث الكوارث صغيرة. فك الشغب بالسوق تنزل طوابير مدججين بسلاح وذخيرة غير القنابل. وامهات الشراشير مسيلات دموع الأعين وفيرة. لو على كابوس حلم ولا غير كابوس حلم مربه في سريره عادي ولا آسف ولا به معاذير. حلمه الوزيرة وحلم ذيك الوزيرة تحملوا سود وبيض طوابير وعنه اللزوم تكتب الناس سيرة. هل يعلم اللي بذر المال تبذير في غير حق أموال ناس فقيرة على ملذاته وشرب القوارير وبيض الحسان المترفات الصغيرة. اللي من أجل المال جنة شعاثير باع شرفهم بيع صندوق بيره بيض غفاغيف بكار مغاتير. يا أهل العقول الراجحة والمنيرة وش عذركم لمخضبات الأظافير جوع خطير ومغريات خطيرة وكل على مازيل من دون تقصير. والله على المستور يضفى الستيرة من لاك الأسهم يلعتاه الهوامير مطار طير إلا يعود المطير في حشلغنا ينسور مدري عصافير. مهما بلغ لذة حلاوة عصيره عقبه تبي تشرب صدى سافل البير ما دايما لله ولا دام غيره. لكان يا مشهور بين المشاهير دمع الحسايف ما يسرك غزيره. بكرة لك بقبر يعزرك تعزير ما عشت وودعته ابنوك شهيره. كلام أقوله ورجال المناعير تعرف هدف ما شرت له في بصيره. أموالكم فيها تضيع التقارير من زود حسبتها تضيع الصغيرة ما تنحسب لصارت أعداد تكسير تغضون عنها الطرف حسبة يسيرة ما ترحمون ضعوف ناس معاسير عليهم الوقت الردي دق زيره بالبيت 10 أطفال والبيت تاجير مع كثرهم والحال حال حسيره هب تكسرها الغرابيل تكسير يعيش في نفس عليهم كثيرة أكبر بناته ما على يديها ساوير بعيونها يقرأ السكوت ونذيره يدري ويعرف لطرقت بالمخادير إن الحياة بعيشة الفقر حيرة يضيق به واسع جميع المعابير ويعجز من الحيرة يميز مسيره خولنا بالدين والعرق واشير لغة لسانه كل منا خشيره بدو وحضر واحترامي بتوقير ما لاحظوا حالات غيره مثيرة ضعوف نسوان تجده على الخير تقول لابواب المطاعم خفيرة في حضن وحدتهن رضيع مع صغير ورع تشوف البوس يملى نظيره اللي كذا ويخوني أي تعبير يا شعوبنا
في كل شبه الجزيرة رقي الأمم، ما هو منافس شواعير بصالات أرض، فصلت مستديرة فرشت بزليران، غال المساعير وغالي كنب بمواصفات وثيرة. هذا التخلف عن رقي أي تطوير رقي الأمم، ما هو منافس شواعير بصلاة عرض، فصلت مستديرة فرشت بزليران، غال المساعير وغلا كنب بمواصفات وثيرة. هذا التخلف عن رقي أي تطوير سحيق واد الجهل، وقنا شفيره والدين ما هو بالجهل، ولا سطيرة والتسلط في عصاها الخطيرة. الدين في حسن التعامل مع الغير، وقدام هذا صدق خافي ضميره، ما صدقت بداخلك كيف يا منير تبطن ما لا تظهر، ونفسك شريرة وطول الحى يا منير، والثوب تقصير ما هي دليل للتقى والبريرة. الله يعلم غيب ما صار ويصير، وطول الحى ما اقول عيب ومعيرة، بس استغلتها انفوس المحاقير، وجابوا لنا الفتنة اعمات البصيرة، اللي عسى ينخلدون بزمهرير، بزار بذرتها وراع البذيرة، اللي بغوا مكة وطيبه بتفجير، عسى شهيق النار هم وزفيره، يكفرون شيوخ الإسلام تكفير ولخبط طرق، يلجون من دون ذيره، قطعت عناق البشر بالمناشير، والتلفزة للكون تعلن نشيره، والوضع والله ما يبشرك بالخير يا مسلم، عندك للإسلام غيره، فكر معي لا تقول لي خير يا طير، فكر مدام الوضع حبة شعيرة، نقدر نصلح ما تدمر بتعمير، ونلحق بركب مرنا في عصيره، نلحق موميات المعاصير، إذا تكاتفنا عقول وبصيرة، وصرنا يد وحدة على الحق على العدل بالخير، للخير نرسل كل أمة سفيرة، خذها صراحة يا صبي المخاسير، وعلم بهناير وعلم منيرة، وسلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. بالله من الوقفة معي لا تملل، حاول جاملني عسى الله يجملك، ولو ما تعذر ما انت والله مزلل، عندي خبر عن كل ما قالوا أهلك، بين عليك من التحرص مذلل، لكن عسى الله مع الحرص يتكلك، خوفك من بالود قبلك تهلل، يقول لا تبعد ترى الذيب ياكلك، خوفك من بالود قبلك تهلل، يقول لا تبعد ترى الذيب ياكلك، وفي سد وجهي يا الحبيب تدلل، من جانبي والله عن الشيء اللي اكفلك، يلي غلاك بروح روحي تسلل، من لها والله مثل حمل يحملك، يا ابو شعر غصبا عليك يتفلل سن الشعاع مصور مع جدايلك، يا ابو شعر غصبا عليك يتفلل سن الشعاع مصور مع جدايلك، في صفنا عسى المساعي يتكلل، وتصير لي عقبت مني من الملك، والله لو خطف الواد محلل، لانهبك ونحاط الخطر بي لقتلك، يعني سهامني يخدر، عطلق صون الناعمه من تمروجك، وريح مضاليل سفنة تندر واضمن نجاحك قبل تطلع نتائجك، عساه يصدر لك قرار انت ودر، واحرق ملف فيه ماضي برامجك، يا زين راعي ظروف غيرك وقدر، هي والجهه المره عساه تولجك، يا زين راعي ظروف غيرك وقدر، هي والجهه المره عساه تولجك، انت مجبور علي تقدر، بالله عني من هو اللي مهرجك، والله يمين من الهوى اني مصدر، قدام مربي على الكون يخرجك، تعبت من طرد السراب المغدر، ولاني على ماضي حياتي مفرجك، يا مسند الوادي تراني محدر، مالي بشوفك والهبايب تعوجك، سبدي سما قاعن يباسه تفدر، هذا نبع عن حالتي كانت ابهجك، وليتك على رحلة قطاري مبدر، افهم على الطاير قواعد منهجك، وسلامتك. سالم صح سالم. ولكن فيها ابيات يا طويل العمر ما هي طويلات، هذا عن اللي يقول يا فلان اعزم لي فلان عقب ما توفر الجوال ووسائل الاتصالات، يقول يا هن لا تحسبني بس طوالي، افرح بطار العزيمه وتغانمها، يا هن لا تحسبني بس طوالي، افرح بطار العزيمه وتغانمها، وله على بالي والله ما ادري ما يقول ليتك تجاهلتني والله انها شوالي، واصير من ضمن ناس ما انت عازمها، ترى العزيمه تحدد قيمه الغالي، ركز على دعوه الداعي وقيمها، مع التطور حصل في وقتنا الحالي طريقة كل رجال تعلمها، بدل من ترسله خذ رقم جوالي، خدمة بسيطة من الهاتف تقدمها، وخلت تشره وقولت جاك مرسالي، يا دلي مقله هلا والله اني افهمها، هذا من مع بسيطة بشها بلال يركب جوادك عسى ربي يسلمها،
إن شفتني في محلك طق فنجالي، ما هي نفسي وبغيري شيمها وسلامتكم. وانت سالم صح لسانك. في شيء بتختم فيه يا ابو ولا؟ إيه أقول من اللي يعالج مشكلة ما حدث له لابد ما تكشف سراير ظروفه، وإنسان ما يدري ترى الناس مثله، الحل فرصة والمغفل تطوفه. كم واحد والمشكلة وسط حذله يحلها قبل المزابل يشوفه، ومن اللي عرف ثوب المعزة يعذله، واللي عرفت أكثر عليها الحسوفة، وغلطة من الطيب بسيطة تخذله تثر بها الطيحة ويصعب وقوفه، ولا تزل المعرفة قطع تثله تبقى شهر وتعود ما من كلوفه. ولا هرجت اختر من الهرج جثله، وثمن كلامك لا تقول محفوفه. العلم يصل واحد ما بعث له يجيب اللي بايدات خفوفه، ولكن الخيال يجيبهم كثله كم واحد تصعب عليها النكوفه. وسلامتكم. وانت سالم صح لسانك. اخواني نشكر الشعراء بيض الله وجيههم، الشاعر الكبير شريف بن محمد بن راتب الفريدي، والشاعر الكبير عبيد بن نهار بن مزرم الفريدي، بيض الله وجيههم على الحضور، وبيض الله وجيهكم على الحضور وتشريف محل ربعكم.